حياكم الله. اليوم كنت مع واحد وقال لي المثل كان بين حانة ومانة ضاعت الحانة. سألته قلت شنو المثل هذا؟ وش قصته؟ وش موضوعه؟ تعرفه ولا ما تعرفه؟ قال لا والله ما أعرفه، لكن هذا متى أقول لا صرت محتار بين نارين. هو فعلا المقصود كذا، لكن لازم تعرف قصة المثل هذا. بقولها معاكم يمكن تستفيدون من المعلومة اللي بنزلها لكم. فبعد البحث والتحري عن هذا المثل لقيت ان قصته جدا بسيطة. قصة حانة ومانة، شخص كان متزوج ثنتين، واحدة اسمها حانة وواحدة اسمها مانة. حانة كان عمرها كبير، مانة كان عمرها صغير. فلما كان يروح الحانة، حانة كانت تنتف شعر لحيته الأسود علشان يبين عليه الكبر ويظل الشيب موجود يعني بلحيته ويكون من عمرها. فلما كان يروح المانة، مانة صغيرة مثل ما قلنا، كانت تنتف شعر لحيته الأبيض، صار بين اثنين. فبعد مرور الأيام وبعد مرور الشهور لما شاف نفسه بالمراية لقى إنه لحيته اختفت، صار شعره قليل. فقاعد يكلم نفسه بالمراية يقول بين حانة ومانة ضاعت الحانة. هذا هي قصة المثل. هذه إن شاء الله أنها توصل للشخص اللي اليوم قال لي، علشان بس يفهم القصة ويفهم معنى المثل هذا، علشان ما يتورط. هو فعلا قال إنها بين نارين، وخوينا هذا صار بين نارين، بين حانة وبين مانة. والسلام.